ازيكم يا حبايب مورفان، عاملين ايه؟ ازيكم احسن ناس في الدنيا؟ لايكاتكم واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بكم يا جماعه. كله بالبلد مع مورفان، كل جديد في جديد مع مورفان. اهم حاجه عاملين ايه؟ بدايه الكلام صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه بس والسلام. انا كل عايزه سنه اكون وانتم معاك. طيبين، ولا هم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟ ماشي، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. طبعا بدانا في تحضيرات وتفريزات رمضان. خد الشيف بتاعك يا ربان الاول. الراجل قال لي ربان تاكل شط كرنش بتاعهم. اهو. المهم طبعا هوريكم النهارده المشتريات والاسعار، والله مش غاليه يعني، الحمد لله الحمد لله الاسعار انت مش هتقولي غاليه. لهم تجيبوا حاجات بكام؟ والله الاسعار مش غاليه. الاسعار مش غاليه خالص. بس هي تخضر بس يعني، انا لسه ما جبتش اللحوم. قلت اجيب الخضار والله، وما جبتش حاجات يعني. المفروض ان انا اجيب كرنب. كنت حيلة تعالي يا نوفان هنا لو انت عاوزه تعملي. بس انا جبت حاجات كتير والله. بص، اول حاجه ده كيلو لحمه. ده كيلو لحمه، بص حمرا ازاي. لازم اوريها لكم بقى. دي هنعملها النهارده، دي مش للتنفيذ. دي هنعملها النهارده عادي. لا، هنعملها بكره مع البسله. جبت 3 كيلو بسله. اول حاجه في التفريز. هو 3 هتقولي 3 بس يا مروان؟ لا، ما انا بجيب ايه يعني ايه. بدأنا في تفريزات رمضان. اللي انا كل بدل ما اجيب الحاجات كتير، ما انا بص. هتقولي ما انت بتركبيش مواصلات، ما تجيب الحاجات كتير. كل حاجه. والله راكبه بس. مين انا في الدور الرابع يعني، مين اللي هيطلع الحاجات دي؟ ولادي بيبقوا نايمين. حاميه بنت ربنا الله يخرب بيتك. المهم، يبقى اللحمه دي هنعملها بكره. جبت كيلو ليمون عشان احنا ما بنقدرش نستغنى عن الليمون. طبعا كيلو لا، مش هيفضل لرمضان، هيخلص. قولوا معايا. فالليمون ده مش للتلاجة. الحاجات اللي انا جايباها دلوقتي للتلاجة، اللي هتتحط في الفريزر. المفروض ان انا رايحه اجيب تفريزات رمضان بس، فافتكرت ان التلاجة عندي بيضه ما فيهاش حاجه. وبسله. جبت 3 كيلو بسله. انا اللي الكيلو ب بعملها. 20 جنيه. جبت 3 كيلو ب 60. انا اللي بعملها. البسله السنه اللي فاتت كانت غاليه. انا حاطه الشنطه دي ورقبتي وجعتني. ماشي. طبعا احنا بناكل مره واحده والقاس. فانا جبت كيلو، هجيب كيلو المره الجايه. الكيلو ب 20. جبت كيلو. ماشي. دي تاني حاجه. والله اعلم يعني، انا احطه في الفريزر عشان ايه؟ لما بجيب كتير بحس ان انا الدنيا متشقلبه عندي. فبجيب كيلو في كيلو في كيلو كده ايه، عشان لما اجيبه اقشره واحطه. لكن لو انا جبت 2 3 كيلو، ما بحبش اقعد في المطبخ كتير. يعني حتى الكرنب انا مش هجيبه مره واحده يعني. لو هجيب 6 كرنبات، هجيب كرنبتين في كرنبتين في كرنبتين كده لحد ما يجي رمضان. هنا بقى لقيت. جبت نعناع. بص، جبت جرجير. قالت لي التلاته ب5. فقالت لي معايا ربطتين نعناع، قلت لها هاتيهم. قالت لي الاتنين ب5. انت سيبك من الموضوع. لا لا، ده عادي يعني. ده عادي. لا، الحاجات دي عادي. الحاجات اللي انا بوريها لكم دي التفريزات، هي البسله بس. البسله والقلقاس. والاستفندي نزل يا جماعه، الاتنين ب15. جايبه 3 كيلو فراوله. جايبه 3 كيلو ب 30 جنيه. ده انا مش جايباه لرمضان يعني. الحاجات دي مش لرمضان. طبعا انا عندي بصل. انا طبعا ما كنتش بخزن بصل، لان انا بخزن والبصل كله بيبوظ. فبجيب 4 كيلو في 4 كيلو كده. فانا عندي هنا في بصل بتاع قيمه 3 كيلو، جبت عليهم 2 كيلو. بصل. لا، دي فراوله. دي جبت كيلو. لا، ربان تاكلها عادي برضه، مش للتفريز. انا جبت فراوله شوفوا بقى يا للتفريز. جماعه بعد الفيديو ماما هتعمل. ماشي. بابا. طب اعملي ستوب، مش تقفلي، ينفع؟ يلا. نبدأ بقى لأن المكالمة وصلنا لحد فين يا جماعة؟ هنا ده ايه؟ ده البصل. جبت 2 كيلو بصل على ال3 اللي جوه. قلت يعني ايه هيمشيني في رمضان. وهنا طبعا الجزر عندي ما يهمنيش شكله. انا جايبه ال2.5 بالعشرة. لان انا بعشق الجزر، بقطعه كده وباكله كده. فيتامين ايه. وكان عندي شطه وفلفل، قلت مش هيخسر. جبت نص كيلو شطه على فلفل. طيب ماشي. نص كيلو ب 10 جنيه. والجزر جايباه اللي ده 4 دقايق. والجزر جايباه الاثنين كيلو ب 10. اما الطماطم بقى جبت بص، جبت 2.5 طماطم. احلى طماطم يا جماعه. ال2.5 بال20. وجبت شويه تراي. ال3 بال20. بس والله حلوه. ده بص عامله ازاي. بس طريه شويه. قلت دي هحطها في الفريزر. بدات افرز لرمضان. انا ما بضربهاش، انا بحطها كده. هتقولي لي ليه يا مروان؟ هو كده. كل واحد وبمزاجه. وجبت بطاطس الاتنين ب25 سبونش جميله قوي. دي اللي مش محلونه يا جماعه. وجبت 2 كيلو خيار. الكيلو بال20.
احلى خيار، هو ده احلى خيار في السوق. فجبنا حاجه تانية؟ لا خلاص. فتفريزات رمضان اللي انا جايباها بس، المفروض اللي انا جايه راحه عشان اجيب تفريزات رمضان بس. فلقيت بقى ايه، جوزي بقى بيتصل يقول لي لا هاتي التلاجه فاضيه، وانا اصلا كنت فاكره التلاجه فاضيه، بس قلت مش هجيب بقى، انا رايحه عشان تفريزات رمضان بس. يعني هجيب كرومب وحاجات، طبعا الفلوس فرطت. يعني انا جايبه الخضار بس 500 جنيه غير اللحمه، 500 جنيه خضار بس. هتقولي تفريزات رمضان، تفريزات رمضان البسله والقلقاس، وهضطر ان انا اجيب كمان 2 كيلو قلقاس على اللي انا جايبه. فكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، لايكاتكم واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كله بالبلد مع مرفان، كل جديد في جديد مع مرفان. كل سنه وانتم طيبين، بحبكم. يلا يا رفان.